طبعا مش هتصدقوني لو قلت لكم ان انا عملت كل الجمال والطعامه ديت بسم الله ما شاء الله بشويه كيكه كانوا عندي موجودين في البيت وشويه كاكاو. عملت كل الجمال والطعامه ديت بجد. الوصفه ممكن لو راحه عند حد ومحتاره تاخدي ايه والحاجات بقت مكلفه دلوقتي ممكن تعمليها وتاخديها معاكي. ولو جايلك ضيوف وعايزه تقدمي لهم حاجه حلوه ممكن برضو تعمليها. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه والمقادير سهله وبسيطه. اول حاجه جبت نص كوبايه لبن ونص كوباية سكر ونص كوباية زيت ومعلقتين كاكاو، وحطيتهم كل دول في الخلاط علشان نعمل بيهم جناش اقتصادي او بديل النوتيلا اقتصادية. حطيت كل المقادير دي في الخلاط وضربت كده في الخلاط بتاعي لحد ما القوام بتاعي تقل. محتاجتش احط اي حاجه زياده ولا اي حاجه ناقصه، هما دول بس زي ما انا بقول لكم كده. وعملت بيهم احلى جناش او احلى صوص شوكولاته او بديل النوتيلا. بجد كان طعمها في منتهى الجمال. ولو صدقيني جربي الوصفه والله هتعجبك جدا جدا بمقادير سهله وبسيطه. بصوا بقى بعد ما ضربتهم في الخلاط بصوا صوص الشوكولاته بتاعي بقى هاخده ادخله التلاجة بقى شويه وبعد كده نكمل الوصفه بتاعتنا. كان عندي كيكه من بتاعه الفانيليا. الولاد عندي يعني مش بياكلوها قوي زي كيكه الشوكولاته، فانا بحب بصراحه كيكه الفانيليا. فلما بلاقيها زياده بقوم جايه عامله بيها اي اعاده تدوير يعني ليها واعمل بيها اي حاجه. كسرتها زي ما انتم شايفين كده بايديا او فرفتها بايديا كده الحبه اللي كانوا فاضلين عندي في البوله كده. مش هفرمها في قلب الكبه، انا هعملها بايديا كده. وبعد كده هجيب صوص الشوكولاته اللي انا عملته معاكم في اول الفيديو وهقوم جايه صب عليها صوص الشوكولاته بتاعي. وبعد كده بقى هقوم جايه مقلباهم بقى كله ببعضه. وطبعا حطيت معلقه سمنه فلاحي، ممكن تحطي معلقه زبده، ممكن تحطي شويه زيت، يعني المتوفر عندك ممكن تحطيه. ودمجت بقى كده زي ما انتم شايفين لحد ما خليت كل الكيكه اتشربت بقى من صوص الشوكولاته اللي انا حطيته عليها ده. وبعد كده هقوم بعد كده هي هتبقى زي اكنها عجينه كده هتتشكل معايا بكل سهوله. هعمل منها بقى هعمل منها اقراص. بصوا انا عملت اول واحده بس طبعا الكاميرا ما كانتش بتصور، فهوريكم واحده كمان. بصوا اهي عملت زي قرص كده. بعد كده جبت الشوكولاته اللي هي بتزين بيها التورتات. كرات صغيره كده بتتباع عند الحلواني. كان عندي منها يعني شويه، فرحت جايه بعد ما عملت القرص كده رحت جايه حطاها جواها ورحت قافله عليها القرص بتاعي. بقت عباره عن كوره. هعمل لكم واحده كمان بنفس الطريقه واحط فيها اهو. بصوا بططتها كده وبعد كده اقوم جايبه منها كوره الشوكولاته الصغيره دي او محطها جوه زي حشوه يعني. لو ما عندكيش عادي ممكن تستغني يعني الجزء ده وتكوريها عادي من غير ما تحطي جواها حاجه. هكورهم بقى كلهم بنفس الطريقه لحد ما اخلص. اللي في الطبق دولت حطيت فيهم اللي هي الكرات الشوكولاته، واللي في الصينيه ما حطيتش فيهم، كانت الكرات الشوكولاته خلصت فما حطيتش. هنا بقى جبت عندي نص بار شوكولاته حطيته في الميكرويف، حطيت معلقتين زيت وسيحتهم في الميكرويف. لقيته تقيل حطيت له شويه زيت كمان بتاع معلقه وهاخده برضو دخله الميكرويف. ضربته كده بالشوكه لقيته لسه تقيل فهاخده احط عليه زي ما بقول لكم معلقه زيت كمان وادخله الميكرويف لحد ما يخف شويه. بعد كده جبت كيس تلاجة فتحته وحطيته على القطاعه بتاعتي. وهاخد بقى الكرات بتاعتي بعد طبعا ما دخلتها التلاجة ساعه او الفريزر. دخلتها ساعة عشان تكون بس متماسكة. وبعد كده نزلتها في قلب الشوكولاتة بتاعتي او صوص الشوكولاتة بتاعي. بعد كده صفيتها بالشوكة واحطها بقى على كيس على كيس التلاجة ده. هعمل بقى كل كمية بنفس الطريقة. وبعد كده هاخدها ادخلها الفريزر بتاع 3 او 4 ساعات، مش اقل من كده. 3 او 4 ساعات عشان تكون تماسكت تمام. الطريقه سهله وبسيطه والمقادير والمكونات يعني مش مفيش اسهل من كده. ممكن كمان لو ما عندكيش كيك تجيبي تجيبي البسكوت اللي هو الساده عادي اللي هو بيتباع في المحلات باكت بقى 2 حسب ما انت حابه، وتستخدميه بنفس الطريقه وتحطي عليه برضو صوص شوكولاته وتحطي عليه معلقه زبده او معلقه سمنه وتعمليه كده برضو هيتكور معاكي ويبقى كرات برضو شوكولاته جميله زي ما انت شايفاها قدام حضرتك كده. هصفيها بقى كده واكمل بقى كل الكميه معايا بنفس الطريقه واخدها زي ما قلت لحضراتكم ادخلها الفريزر 3 او 4 ساعات. وبعد كده بعد ما اخرجها بعد 3 او 4 ساعات هجيب عندي نص بار شوكولاته بس بيضه بقى المره دي وهسيحها في الميكرويف اهو. ده نص بار شوكولاته هاخده وادخله الميكرويف احط عليه معلقتين زيت سيحتهم زي ما انتم شايفين كده.
اقوم جايبه بقى كيس تلاجة، واقوم حطاهم في قلب كيس التلاجة، واقوم عامله خرم صغير. طلعتهم بعد 4 ساعات، وزينت بقى زي ما انتم شايفين كده بشكل عشوائي شوكولاته على الوش كده. والله بجد لو انتي رايحه عند حد ضيفه وراح عايزه تروحي له بزياره، بجد الوصفه دي جميله وسهله وبسيطه ومش مكلفه. ولو انت هتشتري الحاجات دي من بره، الحاجات دي بتبقى مكلفه جدا، احنا بنعملها بكل سهوله وبكل بساطه في البيت، لو احنا هنفرح بيها الولاد، او احنا رايحين عند حد زياره، او لو حد جاي لنا زياره كمان. بصوا بقى بعمل كده بشكل عشوائي تعريجات كده بالشوكولاته. وكان عندي بقى الورق ده بتاع كبات الكيك الجاهز ده، بحط بقى فيه كده زي ما انتم شايفين، وهرص بقى في طبق التقديم. وجزء تاني مش هحط بقى ورق اللي حضراتكم شايفينه ده، انا هحط بس في الكميه الموجوده عندي، والباقي هحطه عادي في طبق عادي تقديم، من غير من غير الورق بتاع الهدايا ده، او الورق بتاع التزيين ده اهو. دي الكميه اللي انا عملتها الساده اهي، بسم الله ما شاء الله تحفه. ودي الكميه اللي انا عملتها اللي محشيه من جوه كرات الشوكولاته. يا رب الوصفه تعجبكم وتنور.